الحمد لله رب العالمين، والصلاة والسلام على الحبيب النبي وآله وأصحابه أجمعين صلى الله عليه وسلم. قلت كثيرا أن الرؤى تأتي عن كل شيء، عن أي شيء، كما في الفيديو السابق لاحظنا أن الرؤية تأتي حتى عن أمور بسيطة. كذلك يمكن للرؤية أن تأتي عن أمور حيوية ومهمة. الرؤية الأولى كانت صاحبة الرؤية بالفعل تعرف أن عندها مشكلة في الكبد وتتابع علاج ونظام غذائي. تقول صاحبة الرؤية الأولى: رأيت أمي المتوفية كأنها تقضي حاجتها، وتأخذ هذا الخروج وتمسح يدها في الجدار، وكان الإخراج يعني لا يشبه الإخراج العادي، ولكن يشبه الطحينة. أخذت تمسح في كل شيء، تقريبا وسخت الجدران وكل شيء بهذا الخروج الذي يشبه الطحينة. قلت في نفسي أنه من واجبي أن أمسح هذه الأشياء، وبالفعل نظفت كل شيء. أخذت كلينكس ونظفت كل شيء. انتهى المنام كشف أمرين عند الرؤية. الأمر الأول هو مشكلة صحية. قلت لها: عندك مشكلة صحية، تأخذي علاج للكبد، بالتحديد دهون الكبد. فقالت: بالفعل سبحان الله، أخذ علاج للكبد ودهون الكبد. الأمر الثاني أن الرؤية تسدد عن بعض الناس. قلت لها: عندك ديون تسدديها عن نفسك أو عن أحد أو حتى عن أمك المتوفية؟ قالت: طبعا لا تسدد ديون عن أمها المتوفية ولا عن نفسها، ولكن وفقها الله سبحانه وتعالى أن تسدد ديون عن بعض الناس أو تساعد بعض الحالات المحتاجة. أولا الأم متوفية وأتت تخرج أو تقضي حاجتها، والحاجة تشبه الطحينة. هذه الطحينة ملمسها ولونها تشبه الدهون. المتوفى إذا أتى، وليس في كل الحالات، في بعض الحالات إذا أتى المتوفى يقضي حاجته يدل على مشاكل صحية عند الرائي أو عند أهل البيت، وخاصة إذا كان الحمام الذي رؤي فيه المتوفى يوجد داخل البيت في الواقع. العجيب ان هي سبحان الله قالت: بالفعل تذكرت شيء، هذا الإخراج أو هذه الطحينة وهي تمسحها كان فيها أثر زيتي. أثر زيتي يؤكد معنى الدهون. المنام الثاني يقول صاحب المنام: رأيت معي موبايل فيه شيء يشبه التصوير التلفزيوني، وكأني أخذت الموبايل لصديق لي أفرجيه، يعني بلهجة الرأي أفرجيه. وضعت الموبايل على كتفه الأيمن وفتحت الكاميرا وظهرت صورة العظام والأوردة والأوتار كأنه تصوير ثلاثي الأبعاد. قلت له بعد هذا المنام، قلت له: أولا نصيحة أن تعمل سونار على الكبد. هو أصلا فتح الكاميرا وظهور الأوردة والأعصاب يدل على السونار، لأنه يشبه السونار، تصوير ثلاثي الأبعاد. لكن لماذا قلت أعمل سونار على الكبد؟ لأنه وضع الموبايل على الكتف الأيمن، في الغالب الكتف الأيمن يشير إلى الكبد. أو ذهب عمل السونار فقال له الطبيب أن فيه كتلة ظاهرة على الكبد. ظهر كتلة على الكبد، على أغلب التشخيص أنها وحمة وليس منها ضرر، ولكن نصح الأطباء بالمتابعة كل فترة للإطمئنان فقط وللتأكد فعلا أنها وحمة. فكان هذا هو معنى المنام، أن ينتبه لهذا الشيء ويتابعه. والله تعالى أعلى وأعلم. سبحانك اللهم وبحمدك، أشهد أن لا إله إلا أنت، أستغفرك وأتوب إليك.